بُصّوا بقى النهارده هنعمل بسكوت العجوة أو بسكوت التمر بطريقة ما فيش أسهل ولا أبسط منها، هتعمليه في الصينية دُفعة واحدة من غير بيض ومن غير زبدة، شايفين الجمال والطعومة؟ لا تعب ولا مجهود والطعم ولا الريحة، قالب الدنيا بجد خطير، أسهل وأبسط حاجة حلوة تعمليها وتدّيها لولادِك في الlunch box يالّا اعملوا لايك وشير كتير للفيديو، يالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله أول حاجة معايا كده نص كوباية من السكر الحبيبات بتاعنا العادي خالص وعلبة من الزبادي تمام كده. هنزل عليها بشوية من الفانيليا هو مفيش بيض بس عشان الفانيليا كده تديله ريحة حلوة وهخلطهم كويس جدا بمضرب يدوي حابة تحطيهم في الخلاط حطيهم بس الموضوع مش مستاهل يعني. نص كوباية من الزيت وبرضو أخلط كويس جدا مهم قوي هنا بقى إن احنا نخلط الزيت وما يبقاش باين خالص زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. شايفين بقى عامل إزاي؟ باضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر وبرضه أكمّل ضرب بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. آخر حاجة هاضيفها وهي الدقيق، كوبايتين من الدقيق ومعايا نُص كمان بس لمّا أخلّص الكوبايتين الأول. يعني أنا استخدمت قد إيه؟ استخدمت كوبايتين ونُص من الدقيق بس طبعًا بالتدريج، فحطيت أول كوبايتين وبعد كده هاحط النُص بعد كده في الآخر. وبُصّوا العجينة عاملة إزاي؟ طبعًا محتاجة النُص كوباية، هاروح ضايفاها بالشكل ده. وأكمّل. طبعًا إحنا عارفين إن سر نجاح البسكوتات إنها ما تتعجنش، يعني نلمّها بالمعلقة بالشكل ده، لو عجنتيها بقى فيها عرق وبقت شبه المعجنات. تمام كده، ده شكلها زي ما أنتم شايفين، بُصّوا طريّة وحلوة إزاي. هاحطها دلوقتي على جنب وهاجيب الصينية اللي هاستخدمها دي مقاس 25 في 25. فتحت كيس تلاجة بالشكل ده حطيته كده في الصينية بتاعتي وهاقسم العجينة نُصّين. تمام، أنا هاسهّل عليكِ خالص إن بسكوت العجوة ده مش هتستصعبيه تاني خالص. هابتدي أفرد بقى النُص بتاع العجينة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده في الصينية. خلاص تمام كده، هاروح شايلاه بالكيس حاطاه على جنب في الرخامة، وفتحت كيس تلاجة تاني وجبت ربع كيلو من العجوة أو التمر، عجنتها كده بمعلقة كبيرة من السمنة، وحطيتها على كيس التلاجة، لقيت إن الأسهل إن أنا أحطها على ضهر الصينية مش في وشها، وفردتها كده بالنشابة وشيلتها على جنب. جبت بقى الصينية دهنتها دهنة من السمنة أو الزيت، وبدأت أفرد فيها نُص العجينة اللي كنا شايلينه على جنب. تمام لحد كده هافرده بقى كويس جدًا في الصينية، ده طبعًا مش هيتشال، كده يبقى عندي العجوة جاهزة على كيس، وعندي كمان العجينة التانية جاهزة، بعد ما فردتها باجيب كده على طول العجوة اللي أنا عملتها هاحطها بالشكل ده، شايفين السهولة والبساطة؟ الأهم بقى من الشغل إن أنتِ تضبّطي الشغل قبل ما تشتغلي. عشان إحنا ضبّطنا كده العجينة في كيس تلاجة، وكمان ضبّطنا بقى العجوة في كيس تلاجة، فالموضوع بقى سهل علينا خالص، سويتها بالشكل ده في الصينية، ورُحت ضايفة عليها العجينة زي ما أنتم شايفين بالكيس، ما فيش أسهل ولا أبسط ولا أحلى من كده، هاضبّط بقى كده بالكيس، وبعد كده أشيله وأبدأ أضبّط العجينة بالشكل ده. عايزة أقول لكم ده عشان التصوير بس، لكن هي ما خدتش وقت خالص، ما خدتش وقت منّي خالص، يعني هتقفي 10 دقايق كده على بعض تعملي فيها وصفة البسكوت ده. أهو بُصّوا لو أي حتّة ناقصة باخد من حتّة زيادة كده وأكمّلها لحد ما أضبّط الصينية بتاعتي كلّها. بعد كده باجيب شوكة وابتدي أعمل فيها خطوط بالشكل ده عشان تدّيني شكل البسكوت بالعجوة اللي إحنا بنعمله رول كده ونروح عاملين الشكل ده بالشوكة من فوق. يبقى إحنا كده سهّلنا على نفسنا، عملناها كلّها في صينية واحدة مش هتاخد معانا وقت خالص. باقلب بقى الصينية الناحية التانية وابتدي أكمّل الحتت الفاضية بالشوكة بالشكل ده. خلّصتها بقى أروح مقطّعاها على طول بمقطعة أو سكينة، أي حاجة متوفّرة عندِك تقدري تقطعي بيها، اقطعي بيها، وطبعًا التقطيع بقى على حسب رغبتِك، شوفي عايزة تقطّعيها إزاي، عايزاه كبير شوية، عايزاه صغير شوية، مربعات أو مستطيل، براحتك خالص. أنا باقطّعه مربعات متوسطة بالشكل ده، وباكون مسخّنة الفرن كده من قبلها ب5 دقايق، باشغّله على درجة حرارة 180. بس كده الصينية بتاعتي خلصت، هادخّلها بقى الفرن في الرف الوسطاني من تحت بس لحد ما ألاقي الحروف كده خدت لون، باشغّل لها الشواية تاخد لون من فوق، وبيخرج معايا من الفرن بالشكل الحلو ده. أول ما بيخرج وهو سخن على طول باعيد على تقطيعه تاني، لكن ما باحرّكوش من مكانه، باسيبه بس يبرد خالص، وبعد كده بُصّوا شكله بقى عامل إزاي.
بجد جميل وريحته قلبت الدنيا، طعمه في منتهى الجمال. رصيته لكم بقى في طبق كده، وعايز بقى بصراحة شوية شاي كده كوباية شاي حلوة، ونفطر أو نتعشى منه جميل جدًا، جدًا. ده غير طبعًا إن هو ينفع لللانش بوكس، أحلى حاجة حلوة ممكن تعمليها لولادِك، طعمه حلو ومغذي وحاجة إحنا عملناها في البيت وموفّرة ولذيذة. لايك وشير بقى للفيديو لو عجبكم، وبس كده.